يا جماعة، في حاجة غريبة بتحصل. النهاردة الأربعاء 16 يوليو 2025، يعني عز الصيف، الوقت اللي المفروض الشمس فيه تكون مولعة في السماء. لقينا بدل كده الجو غيم والرعد بيدوي والمطر نازل. وده مش كلام من دماغنا، ده تصريح رسمي من هيئة الأرصاد الجوية. الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد، قال بالحرف إن في فرص لأمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة لأول مرة في التوقيت ده من السنة. يعني الوضع فعلا مش طبيعي. طب فين الأمطار دي حصلت؟ مناطق من جنوب البلاد زي أسوان، أبو سمبل، شلاتين، حلايب، وبعض المناطق من جنوب سيناء، وفي غيوم وسحب على القاهرة الكبرى ومناطق من شمال مصر. واللي أغرب من كده إن في بعض المناطق حصل فيها رعد ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة. يعني فعلا الطقس قلب فجأة من حر خانق لأجواء خريفية مرعبة. درجات الحرارة كانت القاهرة العظمى 37، الصغرى 25. العاصمة الإدارية العظمى 38، الصغرى 24. بس اللي مخلي الناس تعبانة أكتر هي نسبة الرطوبة العالية اللي بتخلي إحساسنا بالحرارة يوصل 40 و42. يا جماعة، قبل ما نكمل، لو لسه مش مشترك في قناة هاروت إكس، انزل دلوقتي دوس على زر الاشتراك وفعل الجرس عشان توصلك كل الحلقات اللي بتكشف الغموض وورا الكواليس الطقس، الأحداث الغريبة، الظواهر اللي بقت بتحصل فجأة، كلها ليها تفسير وإحنا بنقدمه لك هنا. نرجع لموضوعنا. إزاي يحصل مطر في شهر يوليو؟ ده مش معتاد خالص، لا في مصر ولا في أغلب دول المنطقة. ولو ده حصل مرة ممكن يتكرر تاني، وممكن نشوف ظواهر أغرب من كده في الأيام الجاية. مصر عمرها ما شافت أمطار رعدية في التوقيت ده بالشكل ده. وده بيخلينا نسأل، هل المناخ فعلا بيتغير بالشكل اللي يخلي الصيف بقى فيه أمطار؟ ولا هنلاقي نفسنا قدام فيضانات مفاجأة من غير استعداد؟ إحنا مش بنهول، بس بنحذر، وربنا يحفظ مصر وأهلها من كل شر. اللهم اجعل هذا البلد آمناً، وادفع عنه البلاء والمحن، واحمي شعبه الطيبين من أي سوء. وفي الآخر، لو شفت الأمطار بعينك، لو حسيت إن الجو قلب فجأة، كومنتات إيه اللي حصل عندك؟ وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشاركه مع أصحابك. ما تنساش بقى يا نجم النجوم تعمل السبسكرايب وتعمل التعليق وتعمل اللايك الجميل. وانت يا نجمة نجوم الكوكب ما تنسانيش برضو عشان الحلقة الجاية ان شاء الله توصلكم بسرعة وهتبقى ضرب نار ان شاء الله. انتظرونا في الحلقات القادمة. سلام.